الإعلامي عمرو أديب خرج في برنامجه الحكاية ودافع بكل قوة عن شيرين بعد الانتقادات اللي تعرضت لها بسبب الغناء ببلاي باك في حفلها الأخير بالمغرب. وقال: شيرين مطربة جبارة، واحدة من أهم المطربات في ال20 سنة الأخيرة، وعدت بظروف صحية صعبة قبل الحفل بيومين وكان معاها دكتور في الأوتيل. شيرين طلعت على المسرح بقفطان أبيض مميز وغنت للجمهور اللي اشتاق لها بجد، وقدمت ميدلي من أشهر أغانيها. لكن لما الجمهور طالبها تغني بصوتها الحقيقي لبت الطلب وغنت لايف وسط تفاعل كبير من الحضور. عمرو أديب قال كمان: حتى ميسي ورونالدو وصلاح ساعات أدائهم بيكون مش في أفضل حالاتهم، إنما هل بنقسوا عليهم بالشكل ده؟ شيرين مش بس صوت، دي حالة فنية ووجدان عند ملايين، فليه الهجوم ده؟ شيرين كانت بتغني من قلبها واستقبلت واحدة من جمهورها وغنوا سوا على المسرح، وكانت لحظة مؤثرة جداً. واللي ما يعرفش، الحفل ده شهد حضور جماهيري ضخم رغم كل الظروف. وفي النهاية، لو بتحبوا شيرين وبتدعموا الفن المصري الحقيقي، دوس لايك واشترك في القناة وقلنا رأيك في التعليقات. هل شايف إن الهجوم كان مستحق؟